الساعة كام دلوقتي عشان المدرسة؟ يا ادهم يا حبيبي يلا عشان المدرسة. اه ماشي يا بابا. انا بس محتاج منك خدمة يعني بعد المدرسة كده. عايزك انت اللي تقف على الناصية بدالي عشان الدكتور قال لي مينفعش تقف كتير عشان ظهري وكده يعني. ايه ماشي يا بابا حاضر اوامرك. ماشي يا ابني اروح اجيب لك البضاعة من المزرعة. حاضر يا بابا. اروح بقى ايه اغسل وشي عشان اروح المدرسة واغير هدومي. اه يا ربي انا شايل هم بعد المدرسة. بابا عايزني اروح اقف على الناصية. ماشي انا لازم البس دلوقتي. يا الله يلا على المدرسة بسرعة. الفترة المسائية ديت معفنة. بروح المدرسة طبعا مشي عشان معناش عربية، العربية بتاعت الشغل كمان. الحمد لله اللي هي فترة مسائية برضو مش في الحر. امال فين زياد؟ زياد امجد عامل ايه؟ وحشني والله بقالي فترة من ساعة الدراسة ما شفتكش. اه والله يا زياد الواحد مبسوط انه شافك والله. وانا اكتر وانا اكتر. طب ما تقولي يا ادهم هو ليه باباك رغم اللي هو رجل اعمال مش بيقابل ابويا؟ ها؟ اصل ابوك في تلاقيه في فرع تاني ولا حاجه او شغال مع نفسه او كده يعني وهو مش بيحبش يشارك حد. اه. طب والله باباك ده ذكي جدا والله. يا ابني عيب عليك بقى. هو المستر لسه ما جاش؟ ما هو شكله مش ما جاش اهو. استنى نخش انا داخل عمال ما يجي. ماشي انا جاي معاك اهو. اه المستر شكله خلاص جه. عايز حاجة يا مستر؟ خلاص كده خلصت. اه تقدروا تتفضلوا دلوقتي. سلام يا ادهم. سلام يا زياد. محتاجك بس يا ادهم تشد حيلك في الرياضة شوية. يمكن تطلع من الاوائل ولا حاجة. ايه ده انت مشيتش لغاية دلوقتي ليه؟ لا ماشي اهو سلام. يس شكلي اطلع من الاوائل ولا ايه؟ شكله واثق فيا. يا رب اروح افلح بابا بقى. اه ايه ده بابا جاب البضاعة ايوه صح. انا نسيت. هيجي يقول لي روح اقف على الناصية وبتاع. يبقى شكلي منظري وحش كده بس مش مشكلة بقى عشان بابا. يا بابا ادهم ولدي. حلو قوي انك تيجي في الميعاد بالظبط. يلا بقى عشان تعمل اللي قلت لك عليه. ايه حاضر يا بابا حاضر بس ينفع تسلح شويه انا لسه جاي حد. يا ابني عشان بس ناكل عيش يعني. ماشي يا بابا احنا ممكن نستنى بعد شويه يعني. خلاص يا ابني روح استريح شويه. شكرا يا بابا. الواحد بقى ايه يستريح بقى شويه كده. ايه يا ابني مش استريحت؟ يا بابا دي 5 دقايق بس يا بابا ايه ده؟ حاضر يا بابا انا رايح. يا الله. اخد العربيه. هو قال لي اروح مشي بس انا مستحيل اروح مشي تاني خلاص. اه ده استولى عليا ايه كده. ببيع ذرة. هو الشغل مش عيب وكل حاجة بس انا خايف من حاجة كده. هركن فين؟ اكيد مش هركن عند اللي بتاع البرجر. هيجي يقول لي انت مش بتشتري حاجة من عندنا ايه اللي هيخليك تركن هنا. خلاص انا هركنها هنا. الله. اخد بس ايه البضاعة الذرة. يا سلام. الذرة السخنة الذرة. ايوه الذرة. ايه منظري دلوقتي؟ يا رب العربية دي تشتري مني يا رب ايوه. العربية دي. ايه ده زياد؟ امجد انت بتبيع ذرة يا امجد؟ لا انا بس ايه خدت يعني قلت يعني ابيعه صدقة ولا حاجة. وحتى لو بعته بفلوس هيبقى بربوكسية. بطل كذب لحد كده. انت ابن الحاج حنفي مش كده؟ ومفهمني كل ده ان ابوك رجل اعمال. لا ده انا مساعد الحاج حنفي مش اكتر. طب اقول لك على حاجه سلام انت دلوقتي عشان شكلي كده هاخد مخالفه لاني داخل غلط. سلام سلام. والنبي يا عم البوليس انت. سلام يا زياد. يا لهوي يا عم مشكله لابويا. يا لهوي. سلام يا زياد سلام سلام. آه. يا لهوي. كنت هاخد مخالفه دلوقتي والعربيه كانت تشال. والعربيه اساسا مش بتاعتنا دي عربيه الشغل. انا مش عارف مش هعرف ادخل البيت دلوقتي خالص. اه يا الله. يا جماعه انا واقف من ساعه الظهر هنا. يا رب. يا رب. بابا استنى نشوف البت عملت ايه. يا بابا بنت ايه دلوقتي استنى. عايز ايه يا ولد؟ بعت حاجه صح ولا لا؟
للاسف ما بعتش حاجه، عشان بس ايه، الموضوع كان زحمه. انت هتستعبط؟ يعني ايه ما بعتش حاجه؟ يعني بابا نعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل ايه؟ خلاص يا ابني، هنعمل ايه؟ احنا مش هنعرف ناكل النهارده ولا بكره. بتاع النور كلمني، قال لي اللي انا لو انت ما دفعتش النور انا احتمال اقطع عليك الكهرباء. خليك بقى ما بعتش حاجه يا بابا، غصب عني يا بابا. خلاص خليك، هروح ابيع عنها، بس لو حصل لي حاجه انت السبب. سلام يا بابا. لا يا بابا، يا الله. آه، مش هبيع. هنعمل ايه دلوقتي يا بابا؟ طب انا غصب عني، افهمني بس. غصب عنك صح. يعني بكل ده ما جبتش حاجة؟ يا عم ده انت ايه، حرام عليك. نجيب حق الاكل منين بس؟ هنعمل ايه طب؟ خلاص يا ابني، احنا خلاص. يا بابا لا يا بابا، ما تقولش على نفسك كده. لا خلاص يا ابني، للاسف احنا احتمال النور يتقطع علينا وما ناكلش ونترمي في الشارع، علشان معناش برضو فلوس الايجار. خلاص يا ابني. يا بابا ما تبقاش معقد كده يا بابا، هنسهل الامور، ربنا معانا ان شاء الله. يا ابني انا كل حاجه يعني مش بمزاجي. الشغل اتطردت منه بسبب ظهري ده. رحت على المزرعه وبعدين اشتغلت فيها، وحضرتك ما عملتش فيها اي حاجه. يا بابا يا بابا خد. خلاص يا ابني. يا ربي، يعني انا السبب في كل ده؟ ادي نايم اهو. يا رب، إيه الحل دلوقتي؟ خلاص انا هتفرج على التلفزيون وربنا بقى يحلها. مين؟ ايوه انا. يا ولد افتح. ايوه ايوه ايوه، اتفضل تعالى، اتفضل اتفضل. بابا بابا. ايوه يا ابني انا عارف، بتاع النور صح؟ ايوه ايوه. يا حاج انت بقالك شهرين ما دفعتش النور. ايه؟ طب استنى عليا شويه يا عم شعبان، بس استنى يومين بس. يا حاج حنفي قلت لك كده. يا الله، بابا دلوقتي بيتكلم في النور، انا طلعت وسبته يتصرف هو. خد يلا. نعم يا بابا انا جاي اهو. مشيت وسبتني. بص يا ابني، انا حاولت اقنع عمك شعبان، قال لي يومين لو ما جبتش الفلوس انت خلاص اتقطع عليك الكهرباء، بس خليك فاكر ان انت السبب. يا بابا الراجل مش هو يا بابا. هنعمل ايه دلوقتي؟ شفت بيقولك يومين. يومين ايه ده؟ انا معيش جنيه. هجمع ازاي يا بابا؟ ان شاء الله هنتصلح. تتصلح فيها يا عم اوعى. مفيش حل غير ان انا هروح بنفسي، طالما انت عيل معفن وزباله وحكي. طب ليه يا بابا كده طيب؟ يا الله، بابا صعب اوي، عايز يروح وظهره الدكتور قال له مينفعش. يلا انا ساف في كل ده. ياب، بس انا مش هسامح نفسي. ايه ده؟ الصوت ده؟ لا، الصوت ده منين؟ حادثة؟ جو مطرة؟ لا. بابا فين؟ بابا لا. بابا بابا انت كويس؟ لا، انا السبب يا بابا. لا، انا السبب. انا السبب. تخيل لي لو حصل لي حاجة انا السبب. اعمل ايه دلوقتي؟ لازم يروح على اقرب مستشفى. شكرا يا دكتور ان انت جبت لي حد يوصله. خد بالك ان علاجه مش بسيط، ده جاله ارتجاج في المخ، لازم نعمل له عملية عشان نطمن على المخ. لا يا بابا، هو في غيبوبة دلوقتي، مش هيرد عليك او مش حاسس بحاجة فعلا. علشان يعيش لازم تعمل عملية ب20,000 روبوكس. يجيب 20,000 روبوكس منين؟ هو مجنون ده ولا ايه؟ متخافش يابا، انا هجيب لك الفلوس وهفرحك.